السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة وصفة حلوة قوي، وصفة جميلة جدا. بتفتح النفس على الأكل. وصفتنا النهاردة مش ممكن نستغنى عنها مع كل أكلة بنقدمها على سفرتنا. بنقدم كده البتنجان المخلل مع كل أكلة وجنب أي أكلة، بيكون طعمه حلو قوي، بيفتح النفس وبيكون بالشكل الحلو ده. هعمل معاكم البتنجان النهاردة بطريقة سهلة وبسيطة قوي. مفيش فيها أي حاجة صعبة. هنعمله بدقة خفيفة كده مش تقيلة. هنعمل البتنجان مسلوق، مش هنحطه في الزيت عشان ما يبقاش تقيل على المعدة. هيبقى حلو قوي. طبعا البتنجان بطريقة بسيطة جدا زي بالظبط البتنجان اللي بنشتريه من بره وبنجيبه كده من الشارع، بيكون حلو قوي. قبل ما ابدا معاكم وصفتي، انا اسمي عزة، ويشرفني ويسعدني انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وكمان تحطوا لايك للفيديو علشان تشوفوا كل وصفاتي الجديدة. هبدا معاكم وصفتي النهاردة، وهتشوفوا قد ايه ان البتنجان اللي بنشتريه من بره وبيكون طعمه حلو قوي. سهل جدا ان احنا نعمله في البيت، بيكون سهل قوي قوي، اسهل مما يكون. بس هنعمله بطريقه كمان يمكن انت مش هتخيلي ازاي هي بسيطه قوي. وكمان زي ما قلت لكم الدقه بتاعته خفيفه كده ولذيذه وبتبقى حلوه قوي. البتنجان شكله شهي قوي. وكمان كان طعمه خطير. بينفع مع كل أكلة. وناكل فول وطعمية يبقى بتنجان مخلل، ناكل حتى طبيخ يبقى بتنجان مخلل. البتنجان المخلل جنب كل أكلة ومع كل أكلة بيفتح النفس على السفرة، حتى الولاد الصغيرين بيحبوه. اسرع يعني، ده البتنجان المخلل ده اسرع مخلل ممكن ناكله. يعني نعمله ونخلله بعد ساعة بالظبط ناكله على طول. اسرع مخلل ممكن تعملوه. بيتعمل بسرعة وبيتاكل في وقت قصير قوي، وبيكون حلو قوي وشاهي جدا وبيفتح النفس مع كل اكلة. شايفين قد ايه شكله حلو قوي؟ شكله فعلا يفتح النفس. شكله جميل وكمان كان طعمه حلو قوي بجد. النهارده البتنجان هيكون معاكو رهيب. هتعملوه بسرعة جدا والطريقة بسيطة قوي. في الاول كده هحط ميه على النار، وبعد ما الميه بقت بتغلي كده هحط فيها شويه ملح عشان البتنجان يبقى مخلل من كل مكان في البتنجانيه كده، مش بس مكان الدقه. وهنزل بالبتنجان اللي كنت غسلته، ومش هشيل الحاجات الخضرة دي. هسيبها عشان البتنجانية تحتفظ بلونها، ولونها ما يبقاش غامق بعد ما تتسلق. بالشكل ده هسيبه يتسلق لمدة 10 دقايق، يعني هو مش هياخد وقت كتير على النار، هما بس 10 دقايق وبيكون البتنجان استوى خالص. عقبال كده ما البتنجان يستوي هنكون احنا بقى جبنا الحاجات اللي هنعمل بيها دقة البتنجان، اللي هي معانا كده شطة حامية، ومعانا بابريكا، ومعانا ملح سوري، ومعانا توم وملح وتوم وليمون. ملح وتوم وليمون. بعد ما فرمتها كده في الكبة بالشكل القمر ده، بقت معايا كده الدقة جاهزة عشان ايه نخلل بيها البتنجان. وطبعا عصرت ليمونتين كاملين، لو الليمون بيكون اصغر ممكن تزودي الليمون شوية. هنا خلاص البتنجان كان خلص واتسلق. وهبدأ هنا اشيل الحاجات الخضرة دي. شايفين البتنجانة شكلها من جوه ازاي؟ بتكون فاتحة قوي ولونها ابيض قوي، ما اتغيرش لونها. طبعا هدخل فيها الدقة بتاعتها كده بالشكل ده. وكمان هحط شوية من البقدونس. طبعا البقدونس ده بيدي طعم وشكل حلو قوي للبتنجان المخلل. بالشكل ده هبدأ اخلل البتنجان كده. هحط شوية من الدقة وشوية بقدونس بس وخلاص. وكده البتنجان بقى جاهز معانا ناكله على طول. يعني بصوا شكله حلو قوي، يتاكل على طول، يعني ما يستناش. بصراحة ما يستناش. أنا ممكن أكل واحدة كده وأنا واقفة من غير أي حاجة جنبها، وبتكون طعمها حلو قوي. البتنجان النهاردة كان حلو قوي، طعمه وشكله فعلا خطير.
دي كانت وصفتي النهاردة، البتنجان المخلل. طبعا كلنا بنحبه وكلنا بناكله مع كل أكلة وجنب كل أكلة. دي كانت وصفتي. أتمنى وصفتي تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تتابعوني وكمان تحطوا لايك للفيديو.